سلام، مرحبا بكم معنا في قناة تحريات جنائية. قناة اللي غادي نسرد فيها قصص بوليسية حقيقية وواقعية. هذه القضية وقعت في سنة 2010 في مراكز أمن تابعة لولاية أمن القنيطرة كما قلنا 2010 وبالضبط بشهر أكتوبر. هذه الجريمة كانت مفرقة بين سيدي يحيى، سيدي قاسم، بن القصيري وسيدي سليمان. الأحداث ديالنا غادي يبداو بعد ما لاحظوا مجموعة من المعلمات الغياب ديال الزميلة ديالهم في العمل اللي كانت في العمر ديالها حوالي 25 سنة، كتسكن بوحدها في واحد الحي اللي هو حي شعبي. حاولوا يتواصلوا معها عبر الهاتف لكن ما كانتش كتجاوبهم، ومن بعد يومين ديال الغياب قرروا يمشيو باش يشوفوا واش كاينه في المنزل ديالها ويطمئنوا عليها. حاولوا يدقوا ولكن ما كاين حتى شي رد. من بعد تلاقاو بالسيد اللي كاري للمعلمه، سولوه ولكن حتى هو قال باللي يومين ما شافهاش، وان اخر مره تلاقى بها كانت مع شي 6 ديال العشيه وكانت معاها شي مرأة. قرروا يبلغوا البوليس، وبعد اخبار النيابه العامه فتحوا الدار ودخلوا، وهنا كانت المفاجأة. لقاو المعلمة مقتولة في الفراش ديالها وكانت فيها عدة طعنات في الجسم ديالها. الشرطة هنا قامت باستجواب مدار اللي صرح بنفس الكلام اللي سبق ليه قال صحابات الضحية، وهما بدورهم قالوا أن آخر مرة شافوا الضحية كانت أمام المدرسة برفقة سيدة كتطلب منها تعاونها حيت الزوج ديالها قام بالضرب ديالها وجرى عليها من الدار وما عندهاش فين تمشي. هنا المحققين بداو كيقارنوا بين الاوصاف اللي عطاو الزميلات الضحيه والسيد اللي كاري ليها. غادي يكتشفوا ان الاوصاف متطابقه، واللي هي مرأة قصيره رقيقه كتلبس جلابه زرقاء وزيف كحل. من خلال البحث التقني اللي دار في مسرح الجريمه تبين ان الضحيه تقتلات وهي ناعسه حيت ما كاين حتى اثر ديال المقاومه للجاني. وحاجه اخرى، في منزل الضحيه ما كان حتى مؤشر كيبين انه كان هناك سرقه، وهذا الشيء كيتضح من خلال وجود بسطام الضحيه وفيه واحد المبلغ تقريبا ديال 800 درهم. هنا كنتسائلوا ملي هذا الشيء ماشي بدافع السرقه شنو يكون؟ مثلا انتقام؟ نتوقفوا هنا. بعد 4 أيام وبالضبط سيدي قاسم معلمة أخرى العمر ديالها 28 سنة عاود تاني ساكنة بوحدها، لقاوها مقتولة بنفس الطريقة، عندها عدة طعنات وحتى هي ناعسة في الفراش ديالها. ومن بعد أسبوع معلمة الثالثة كتسكن في سيدي يحيى تقتلات وفق السيناريو اللي تقتلوا به الضحايا اللي سبقوا. هنا وصلنا ل3 ديال الجرائم كلهم في حق معلمات كيسكنوا بوحدهم وبمناطق متقاربه وتقتلوا بنفس الطريقه. هذا الشيء غادي يخلق واحد النوع من الرعب بين المواطنين عامه والمعلمات على وجه الخصوص. السلطات هنا غتكون في حاله استنفار وغادي يسخروا كل الوسائل باش يقدروا يوصلوا للفاعل، وبالتالي اتفقوا يديروا واحد الخطه واللي هي يزرعوا واحد المجموعة من المفتشات ديال الشرطة في عدد من المدارس اللي تقدر الفاعل أو الفاعل يستهدفوهم، لكن هاد الشرطيات تختاروا وفق معايير خاصة، مثلا بحال أنهم يكونوا قصار ورقاقات. وهذا الشيء راجع لأن قاع الضحايا اللي سبق وتقتلوا أي المعلمات كان عندهم نفس هاد المواصفات، أي أن المجرم كان كيختار هذا النوع من المعلمات. من بعد 2 ديال الأسابيع وما كاين حتى نتيجة، وفي الأسبوع الثالث وبالضبط في واحد العشية وحدة من المفتشات كانت خارجة من المدرسة حتى كتفاجئ بواحد المرأة من الهندام ديالها كتبان أنها ما فحالهاش، وغادي تقول لها نفس الهضرة اللي تقالت للضحية الأولى حسب الرواية ديال الصديقات ديالها، أي
انا راجلي جرى عليا وما عنديش فين نمشي. هنا المفتشه نسقات مع الفريق اللي مكلف بالقضيه وطلبوا منها تدي معاها السيده، وداكشي اللي كان. وافقت المفتشه باش تستقبلها عندها، ولكن قبل طلبات منها تمشي معاها للسوق باش يتقداو، وهذا الشيء كان داخل في الخطه. ريتما الفريق اللي مع المفتشه يوجدوا شي مكان باش يتنفذ فيه هذه الخطه. من بعد ما تقداو مشاو لواحد الدار اللي اتفقت عليها المفتشه مع باقي العناصر. من بعد ما دخلوا المفتشه هنا ظهرت انها عيانه وغادي تخدم الغد ليه بكري، وقالت للمشتبه بها تاخذ راحتها وراتها الكوزينه مثلا الا بغات تاكل شي حاجه، لكن حتى هي قالت باللي غير بغات تنعس، وراتها بلاصتها وفرشات ليها. وهنا غادي يبدا شق اخر من الخطه، وهو ان الشرطيه هنا قادات شي وسيط وغطاتهم وصوبات بلاصتها بحال الا ناعس فيها شي حد، وخرجات من داك البيت وقطعت الضوء في الدار كامله وهي تتجه. وهو ان الشرطيه هنا قادات شي وسيط وغطاتهم وصوبات بلاصتها بحال الا ناعس فيها شي حد، وخرجات من داك البيت وقطعت الضوء في الدار كامله وهي تتجه للبيت اللي كان فيه باقي العناصر ديال الشرطه كيترقبوا شنو اللي غادي يوقع. وما هي الا ساعه ديال الوقت حتى خرجت المشتبه بها من البيت كتسلت وفي يديها واحد البيل صغير، وغادا قاصده الفراش ديال المفتشه اللي عند بالها راه هي معلمه، وبدات كطعن بقوه. هنا خرجوا البوليس وقاموا بالقبض عليها، وخلال التحقيقات معها قالت بلي هي ما عندهاش علاقه بالضحايا، هي فقط كتقتلهم مقابل واحد المبلغ ديال 5000 درهم اللي كتاخذوا من عند واحد السيد. هاد السيد اللي حتى هو تم القبض عليه، واللي قال واعترف باللي هو كيكره المعلمات، واللي اتفق مع هاد المجرمه باش تنفذ هاد العمليات في بلاصتو مقابل مبلغ مالي. من بعد غيتم الحكم عليهم بالمؤبد. الا تبعتوا معنا القصه حتى هنا خليو لي تعليق، ديروا لايك واشتراك للقناه، وما تنساوش نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.